مساء الخير على الجميع، ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة وفيديو جديد. أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. يا ريت قبل ما نبدأ في كلامنا ما ننساش الدعاء لأهلنا في غزة بالثبات والنصرة. نخش في أخبارنا على طول. النهاردة صباحا الفيفا أعلن استبعاد نادي كلاب ليون المكسيكي من المشاركة في نسخة كأس العالم 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يونيو القادم. طب ايه سبب الاستبعاد ده؟ قال لك يا سيدي حاجه اسمها ازدواجيه المعايير. يعني ايه ازدواجيه المعايير؟ يعني ان رئيس نادي كلاب ليون المكسيكي ده هو نفسه رئيس نادي باتشوكا المكسيكي المشارك ايضا في نفس النسخه بتاعه كاس العالم 2025 دي. فدي حاجه اسمها ازدواجيه معايير، ان ناديين يمتلكهم رئيس واحد، لا دي فيها ازدواجيه معايير. ممكن يروحوا مع بعض في ادوار ترتيبيه، مش شرط مجموعات، هم مش مع بعض في مجموعات، ويحصل ايه تفويت للماتش، ده يتسهل لده وده يتسهل لده، اللي موقفه كويس يتفوت له الماتش. ايه يعني حاجه اسمها تضارب المصالح. تضارب المصالح، وده طبعا بند مرفوض من جهه فيفا. فقالت لك احنا خلال ايام هنصدر الشروط اللي يجب توافرها في النادي البديل اللي هيكون مكان نادي كلاب ليون المكسيكي، وهو بالاحرى هيكون برضو من نفس المنطقه ديت. ممكن يكون مكسيكي او ممكن يكون المفاجاه ان هم يزودوا عدد الفرق الامريكيه باعتبارها ان هي منظمه البطوله، ويكون في استثناء لاكثر من فريق امريكي. طبعا احنا عارفين ان في انتر ميامي وفي سياتل كمان مشارك من الولايات المتحده الامريكيه. ممكن يكون فريق ثالث او يكون برضو من ايه، من نفس الدولة، ممكن يكون مكسيكي برضو، وده الأقرب يعني طبعا. بس فوجئنا إن في خطاب راح للفيفا من نادي الزمالك، أكبر قلعة رياضية في مصر، بيستفسر فيه عن الشروط الخاصة بالبديل اللي هيكون بديل لنادي كلاب ليون المكسيكي ده. وهل استند نادي الزمالك في الخطاب اللي بعته للفيفا ده ان هو مثلا حامل اللقب في اخر 5 سنين زي ما الفيفا بتقول؟ لا. طيب استند للتصنيف الصادر من الاتحاد الافريقي في اخر 5 سنين؟ برضو لا. طب استند لايه؟ اقول لك والله، بس ما ده والله بجد خبر، مش برول ولا بسف عليهم، والله ده خبر. استند اللي هو اول فريق اترشح لبطوله كاس العالم للانديه، ولكن افلاس الشركه الراعيه حالت دون اقامه هذه البطوله. ده المستند اللي بيقول. يعني نادي الزمالك بالبلد كده بيقول لهم ايه؟ احنا هترضونا بقى، احنا اول نادي كنا نروح وبعدين الراعي افلس والبطوله ما اتقامتش، فاحنا دي تشيل دي، بالفلاحي كده دي تشيل دي، احنا كده. فاحب اقول لنادي الزمالك انت مش في الحسبان، يعني علشان برضو ايه ما تعيشوش الوهم وتصدقوه. انت بعيد خالص عن الليله دي، انت بعيد خالص عن الليله دي، لانك لا مصنف ولا حامل لقب دوري ابطال افريقيا في اخر 5 سنين. الكونفدراليه ما بتاهلش. سيبك من كلام عمرو الدرديلي والكلام الفارغ بتوع الناس اللي بيقولوه عندكم دول. لا لا لا، سيبك من الكلام ده. لو واخد 50 كونفدراليه برضه مش هتتاهل، عشان تكونوا لو واخد 40 سوبر ماشي، سوبر قرن طبعا يعني برضه ما بتاهلش. اللي بيتاهل يكون حامل لقب دوري الابطال او في التصنيف اخر 5 سنين، يعني يكون من الخمسه الاوائل في التصنيف اخر 5 سنين، او حامل لقب دوري الابطال في اخر 5 سنين. فاحب اقول لك ان انت بعيد عن الليله دي، عشان برضو ايه ما تعيش في الكذبه وتصدقها وتمشي وراها. مفيش حاجه اسمها ان انا كنت اول فريق يتاهل فعشان كده تراضوني. لا لا لا، الكلام ده لما اكون رايح تقدم على كارد والكلام الفاضي ده. انما دي لوائح وقوانين الاتحاد الدولي المنظم لكاس العالم للانديه. تاني حاجه الحكم السعودي. كل الناس قالت لك الحكم السعودي طلع تقرير، الحكم السعودي ادان ومش عارف ايه لا، الحكم السعودي ما طلعش اي تقرير. هي كانت محادثات بينه وبين الاتحاد السعودي بصفته ان الراجل كان مرسل من قبل الاتحاد السعودي. لما الاتحاد المصري كلمهم مشكورين على طول طلعوا الراجل وقالوا له روح هتحكم ماتش، وعندك ماتش الساعه 11:30. ده الكلام اتقال له نصا. ولما الراجل وصل المطار استقبله اعضاء من اتحاد الكره المصري. شوف الكلمه دي تحط تحتها 100,000 خط. الراجل قال لك اللي استقبلني اعضاء من اتحاد الكره المصري، وقال له الماتش هيتاجل ساعتين وهيتلعب الساعه 11، هيتلعب الساعه 11 او 11:30. وبناء عليه الراجل انتوا جاهزين يا جماعه؟ قال له اه انا جاهز والطقم بتاعي جاهز وكلنا جاهزين. يفاجئ الراجل بعد ربع ساعه ان في حكم مصري متوجه للمباراه، وبعد نص ساعه الحكم المصري اطلق
صافره انتهاء المباراه. طبعا الناس دي استاءت جدا من الموقف. يعني انتوا جايبيننا تهزقونا يعني بالمعنى البلدي كده. طب ليه من الاساس ادام كنتوا عاملين ترتيباتكم على كده ليه جبتونا؟ ليه خلتونا نتحرك والاتحاد المصري يكلم الاتحاد السعودي والناس دي تيجي وتروح كده؟ يعني ايه انتوا جايبينهم تهزقوهم يعني؟ هم غلطانين اساسا اللي بيسمعوا كلام واحد زي اشرف صبحي ولا ناس زي من بتوع الاتحاد. ودي هكذا تدار الكره المصريه، بتدار بمنتهى العشوائيه، كل اللي عايز حاجه بيعملها. يعني انت بعت مندوب رسمي من اتحاد الكوره معناه ان انت مبلغ الناديين بميعاد مباراه جديد. ازاي ان تخلي حكم مصري يتوجه للمباراه وبعد كده ينهي المباراه؟ منتهى العشوائيه ومنتهى قله الادب في الكوره طبعا. يعني ثالث حاجه اللجنه الاولمبيه الاتحاد المصري طلع بيان وحذفه على طول، ما اعرفش ليه. قال لك ان اللجنه الاولمبيه يعني مش جهه فصل في الاحداث الرياضيه التي تخص الاتحاد المصري لكره القدم، وحذفه على طول. ولكن اللجنه الاولمبيه هي جهه فصل، وهي اللي هتصدر القرار النهائي، وهي استدعت اتحاد الكوره يقدم مستندات، وهو ورابطه الانديه المستندات اللي عنده علشان يقدروا ياخدوا الحكم النهائي او القرار النهائي في الخاص بمباراه الاهلي والزمالك الاخيره. وطبعا الاتحاد احنا عارفين على الله حكايته، واللجنه الاولمبيه على الله حكايته، الاثنين بيضربوا في بعض. بس النادي الاهلي موقفه قوي رفض قاطع البند اللي كانت قال ان يتخصم منه بس 3 نقط، ومفيش خصم 3 نقط في نهايه الموسم، ومفيش غرامه ولا اي حاجه، وبس هيكتفوا ب3 نقط. النادي الاهلي رفض المبدا تماما، ان المباراه مصر ان المباراه هتلعب، واذا ما اتلعبتش انا مش هستكمل بطوله الدوري. قولا واحدا. وعشان اعرفك يعني برضو ان احنا عندنا بمنتهى العشوائيه، النهارده اعلن اتحاد الكوره المصري اعلن ان في حكام اجانب لماتش الزمالك وسيراميكا، مع ان الماتش ما عداش على 14 يوم. يعني الفتره اللي بين الماتشين ما عداش 14 يوم، بس وافق ان يجيب حكام اجانب. شفت الجمال بتاع اتحاد الكوره؟ شفت التعبيرات اللي احنا قلناها قبل كده، يعني علشان بس ايه الفيديو ما يحصلش عليه حاجه. شفت قذاره وشفت سفاله اكتر من كده؟ عمرك شفت اكتر من كده؟ وكانه بيتحدى النادي الاهلي، بيقول له خلاص انا هجيب حكام اجانب عادي. النادي ده طلب، طيب هل طلب في المده القانونيه؟ لا، ما طلبش في المده القانونيه. طب ليه ما عملتش مع الاهلي كده؟ ليه رحت عملت قرعه من تحت لتحت كده، وعملت الماتش وانت مش عارف تدير مسابقه؟ يعني انت مش عارف، عايز تحط ماتش زي ده، يبقى انت عامل حسابك اعلانات، عامل حسابك على السبوبه، عامل حسابك على الحكم الاجنبي، عامل حسابك على كل حاجه. انما السبوبه بتحكم، السبوبه هي اللي بقت بتحكمهم، السبوبه بقت بتحكم العالم دي، سواء ابو ريده، سواء غياب، سواء يعني دياب ده اللي عليه مخالفات بالجمله. انا مش عارف ازاي رئيس اتحاد الكوره، انا مش فاهم ازاي ده رئيس اتحاد الكوره، رئيس الرابطه، وابو ريده اللي طالع يشحت علينا في مؤتمر مع رئيس الفيفا، ده رئيس اتحاد الكوره. شفت عبط وشفت كميه مجاملات اكتر من كده في الرياضه المصريه؟ انا ما شفتش. سلام عليكم.